انا دلوقتي بقى جايباكوا عند اقدم كنفاني في القاهره. المحل ده عمره اكتر من 150 سنه، محمد ابو خشبه. يلا بينا نعرف الحكايه. السلام عليكم. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. بيقولوا انك اقدم كنفاني في القاهره. من 150 سنه. احنا عيله ابو خشبه دي عيله مشهوره، بنشتغل في مجال الفطير ومجال الكنافه ومجال الحلويات. انا الحاج حسني ابو خشبه، ابن صاحب المحل. والدي اهو الصوره بتاعته، وهو كان كمان من الجنود الاحرار، يعني اللي هم كانوا مجاهدين، حضر حروب كتير، حارب في السويس وحارب في الاسماعيليه ايام الانجليز. برضه كان جدنا الكبير ابو خشبه كان هو واخد المحل دوت. ايام الفاطميين كانوا في مصر، كانت هنا كان في تاريخ، وهنا مصر كلها. اول ما بدانا الكنافه كنا بنشتغل بيها على الخشب، واتطورت بقت على الفحم، ومن الفحم بقت للانابيب، للالات المحركه. المحلات دي بتاعتنا هنا كانت الاول 3 ادوار بالارضي. بالنسبه كانت ايه 3 ادوار؟ يعني ايه؟ كانت المشربيات او بيسموها بلكونات كانت خشب ادوار. مع الوقت والزمن كل ده اتشال، بقى صف واحد كله. هو المصري هو سبب الكنافه. ايام الفاطميين في مصر ست الكل. ليه؟ ايام الصيام كانوا بيجوعوا، الناس كانت بتجوع من بعد الفطار، معاك فتره من بعد العشاء لحد قبل الفجر. الفتره دي كانوا بياكلوا بالليل، يسحروا كنافه مع السحور بتاعهم، وبعد كده ياكلوا الكنافه عشان تقدر فيها طاقه حراريه تساعدهم على ان هم يستحملوا الجوع طول النهار. اشتهرت بقى مصر بالكنافه دي. ده تاريخ، ده فن، مش اي حد يعملها. ما في ناس بتعمل كنافه اي كلام، ميه ودقيق. احنا ما نعرفش الكلام ده. ليه؟ لان احنا بنتعامل مع محلات مرموقه في وسط البلد وعلى مستوى محافظه القاهره، فلازم ياخد المنتج 5 ستار في منتهى الجمال والنظافه والامكانيات. بيجوا لنا من اخر الدنيا. احنا بنودي كنافه للجزائر، لسه زبون امبارح واخد الجزائر واخد كميه كنافه عشان يوديها لعيلته كلها في البلد. مفيش حد يطلع الكنافه دي بالجمال ده. دي كنافه شعر. شوف الست لما بتروح الكوافير عامله ازاي وترجع من هنا بتاع الكنافه ده فنان. انت حضرتك جيتي مفاجاه، مش ما عندناش ميعاد ولا سابق ميعاد. اهو ادي الكنافه بتاعت ابو خشبه، واتحدى ان اي حد يطلعها بالجمال دوت. ان متمون وعلى نار هاديه ما بتسلقش. احنا مشهورين بكده. حتى حضرتك بص الكنافه بتجري من على الصينيه، ولو في حد شايفنا من بتوع الكنافه هيستغرب ازاي دي بيعملها كده. الكنافه دي بتتكون من 5 حاجات بيتحط لها: لبن وعسل ونشا وسمنه وملح عشان توصل للمرحله دي. هو الفضل في ربنا والمدام بتاعتي مش سايباني، واقفه بظهري. بننزل الساعه 3 بالليل لما يبقى عندنا ضغط في عز الشتاء، بتقف تساعدني. في الايام العاديه بننزل بدري، في اي وقت من الاوقات بتبقى موجوده، بتقولي انا بساعدك وفي ظهرك. فربنا يخليها ليا ام ملك زوجتي وحبيبه قلبي وروح قلبي من جوه. الاجواء الرمضانيه تحس بيها عندنا في الدرب الاحمر، من اجمل المناطق على مستوى العالم. احنا 48 شارع احمد ماهر تحت الربع، الدرب الاحمر. بنبيع كنافه وجلاش وسمبوسه ورقاق طري ورقاق ناشف وكريب وكل حاجه طول السنه. ما فيش الا هو بعض احيان بناخد اجازه يوم الاحد، بعض احيان، والحمد لله بنكافح من اجل البقاء. وبس كده خلصت حكايتنا مع آدم كنفاني في القاهرة. استنوني في حكايات جديدة في رمضان. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل اللايك والفولو والشير عشان غيرك يستفاد. واستنوني في الفيديو الجاي. أنا ياسمين الجلال. باي باي.